هاي ليديز. اليوم حبيت اعمل لكم ميك اب بعدنا ضمن الخريف والشتاء، بس ميك اب اليوم شوي مختلف لانه هو سموكي ايز. مستعمله بس الوان مضفيه يعني مات اي شادوز، عملت السموكي فوق العين. تحت العين تركته كتير 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 فريش حتى لنعطي هيك شقلة للعين. هذا كتير الميك اب مناسب للاشخاص يلي عينهم يمكن شوي نازلين او حابين يبينوا اصغر بالعمر ويشقلوا شوي وجههم. ان شاء الله تحبوا وخليكم عم تحضروا. لكن خلصت اول شي العين وعملت فون دو تان بيس تبع وجهي، بس بعد شي الكونتورينج والبلاش والهايلايت رح اعملهم معكم. اول شي اول اي شادو رح اخده للعين هو هذا اللون بيجي اورنج من انجلوت، وراح اخده بفرشاية ماك 224. راح اخد الاغمق شيد فيهم. راح بلش بهيدي الطريقة، ما بدي فوته كتير لجوا، التركيز كله على برا حتى نعمل هيدي الكات اي. كأنه عم بعمله بطريقة دائرية بس عم ركزه على الزاوية الخارجية، نمده شوي صغيرة لجوا. تاني اي شادو رح اخده هو المفضل عندي من ماك، اسمه هوكس. بستعمله كتير حتى اذا بدي اعمل شي كتير رقيق على العين، اذا ملاحظين رح يخلص كتير بحبه، اسمه هوكس. رح اخده بفرشاية اسمها بنسل براش، هي بالرقم 219 من ماك، وراح مده على الجفن المتحرك بس بطريقة كتير خفيفة، يعني بدي يصير عندي تدرج من الالوان من الفاتح للغامق. من بعد ما اكون حطيته رح ارجع بنفس البرش استعملتها قبل واعمل بلندنج للاطراف. تاني لون هو امبارك ماك، بيجي لون بني. هذا شو رح اعمل فيه؟ رح اخده على فرشاية بتيجي راسها صغير من فوق وقصير حتى لي يعطي اللون بقوة. فرح اخد على البراش واللي رح اعمله هو من نص العين لاخر العين رح ارسمه بطريقه كيف كانكم عم ترسموا ايلاينر بس بالاي شادو، يعني بده يكون كتير سموكي وبده يكون شكله جاي هيك ستريت حتى نعطي هيدي الكات اي الحلوه. رح بلش بنص العين واطلع فيه طلوع، واعمل له بذات الوقت بلندنج تيبين سموكي. بهالطريقه عم بعمل فرشايه بمسكها على اخر شادو بعملها هيك طلوع حتى ندمجه. رح ارجع احط طبقه تاني منه حتى اقوي اللون اكتر. هلا لحتى لا اضمن انه كل شيء اندمج مزبوط وما عندي هون هارش لاينز مثل ما مبين، رح اخذ الفرشايه من ماك بالرقم 217 بتجي بلندنج براش، والاطراف رح ادمجهم بهي الطريقه، ما بدمجهم لتحت بدمجهم لفوق. هذا الميك اب كتير كتير مناسب للاشخاص يلي عينهم شوي نازله وحابين يرفعوها، لان اذا ملاحظين مش حاطين شيء تحت العين من تحت، هذا الشيء بيساعد انه يرفع العين يبينها يوث اكتر ويوثفول اكتر بصغر الشخص. اوكي مكانه خلصت البلندنج مزبوط. هلا اللي رح اعمله رح اخذ لون اسود. رح اخذ لون اسود بهيدي البراش المشطوبه من ماك بالرقم 212، والاسود اللي رح اخده من انجلوت بيجي بهيدي الباليت اخر واحد. هلا نفس الطريقه يلي حطيت فيه اللون البني قبل رح احط الاسود بس تحته شوي، يعني رح ركزه على خط المش التحتاني واعمله لاينر بس سموكي. نفس الرسمه بس تحته شوي، ورح مده على كامل خط الرموش. بالاخر بعمله على شكل ايلاينر بس بدي اعمله سموكي. عم بعمل الفليك بالاخر، برسم الفليك بهالطريقه وبرجع بدمجه
بنفس الطريقة اللي دمدمجت فيه اللي قبله. باخد الفرشاية وبهالطريقة بعمله لفوق. هلا بدي انظف تحت العين. رح استعمل هول الاثنين كونسيلر، رح اخلطهم مع بعضهم. اثنيناتهم ماك برو لونج واي كونسيلر، بس واحد بالرقم NW30 والتاني NC30. رح اخلطهم مع بعضهم ونظف فيهم تحت العين. وبالذات الوقت انا عم نظف تحت العين بكون عم نظف هيدي الزاوية اللي هون تطلع شارب اكتر. بالفاونديشن براش اللي استعملتها قبل لوجهي رح ادمج الكونسيلر. وهلا بدي ثبت تحت العين قبل ما يجمع بهيدا اللون من الشيد اند لايت باليت من كات فون دي، وبيجي شوي على اصفر بيساعدني اعمل هايلايت. رح اخد على البراش ببراش اكبر رح ارجع ثبت كل وجهي بهيدا الباودر من ريمال، اسمها ستاي مات باودر من ريمال بالرقم 4 ساند ستور. بطريقة خفيفة الجبين، دقن، أنف. هلا عبالي ضوي كتير هون مدمع العين. رح اخد هيدا اللون الابيض، حيلا لون ابيض كتير عندكم اياه بس يكون مات ما فيه لمعة. رح اخد على فرشاية صغيرة، هيدا الفرشاية من مورفي براشز بالرقم M506. رح اخد كتير من اللون وركزه بالفرشاية على مدمع العين، بدي اياه يبين قوي. بحطه على النص، برجع بعمله شوية بلندنج لفوق ولهون. وكمان نفس اللون رح اخده على عظمة الحاجب من فوق. للماسكارا رح استعمل رولر لاش من بنفيت. مش مهم انه كتير تحطوا ماسكارا لانها ححط رموش اصطناعية. رح ركز يعني بدي الرموش يكونوا قوية من فوق، من تحت انجا رح احط ماسكارا لانه انا قصدي انه خلي تحت العين كتير تكون فاضية وفريش. للرموش رح استعمل مونيك من هدى بيوتي. هن بيجوا اذا بدي فرجيكم اياه هون شوي اقصر على الطرف العين من جوا واطول من برا، فبيساعدونا اكتر على الكات اي افكت اللي عم جرب اعمله. وكمان رح استعمل الهدى بيوتي جلو. ما بعرف اذا لاحظتوا انه العين صارت مدبوحه اكتر وعطيت هيدا الافيه الكات ايز الحلو. هلا رح اعمله انه بدي اخبي شوي البان تبع الرموش الاصطناعيه. رح خدوا حيلا جيل ايلاينر هيدا من وجوه، ورح بس حطه على دغري على البيس تبع الرموش. واللي رح اعمله كمان انه رح اخد نفس الجيل ايلاينر ورح اعلق جفن العين بهالطريقه لو بدكم تخافوا شوي، ورح احط الايلاينر بقلب العين من جوا من فوق حتى تعطي حده اكتر للعين. حتى لاعمل شويه كونتور لوجهي رح اخد هول الشيدز 2 من نفس الباليت تبع كيت وان دي ورح انحت فيهم شوي وجهي. على فكره هيدا الفرشايه اللي عم باخدها من ماك بالرقم 129 الكولكشن تبع روبا فهد. الهايلايتر رح استعمل شيل من ماك، هو بيجي كريم هايلايت. رح استعمله باصبعي على هذا الاصبع، حط منه على اعلى الخدود، كمان رح احط منه على الانف نون. نكست رح اخد هذا البلاش من سيفورا بالرقم 8، بيجي كتير رايق ومات كمان. كل اللوك مات اليوم حتى الشفاف هلا بتشوفوا. للشفاف رح استعمل لون غامق بيجي على بني اسمه بلام من ماك.
هذا هو القلم يعني مش حمرة. اخر شي رح اعمله رح اخد شوية كونسيلر وباصبعي رح احطه شوي على النص حتى نكبر الشفاف. ان شاء الله تكونوا حبيتوا هيدا الميك اب. بليز اعملوا لي تاج على فيسبوك وانستغرام اذا رجعتوا عملتوه، واكيد اعملوا لي كمان فولو على سناب شات لانه هونيك كثير عم نزل اشياء كل يوم وشارككم بحياتي اليوميه. ما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو اذا حبيتوه، واكيد سبسكرايب للشانل. اذا كنتوا جداد اهلا وسهلا فيكم، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، وانا بشوفكم المره الجاي.